هل سمعتم بالزفاف الذي خطف الأضواء في الآونة الأخيرة؟ إنه حفل زفاف ملكة جمال العالم السابقة الجزائرية شيناز بلعيد، التي تزوجت من رجل أعمال لبناني معروف، في حفل وصف بأنه ملكي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أقيم الحفل في قصر فخم يجمع بين الأصالة والعصرنة، وحضرته نخبة من الشخصيات الفنية والإعلامية من مختلف البلدان العربية. العروس، التي خطفت الأضواء بجمالها المتوسطي الأصيل، ظهرت بفستان فخم مطرز يدوياً، صمم خصوصاً لهذه المناسبة، فبدا أشبه بفستان أميرة من حكايا الأسطورة. أما العريس، فظهر بإطلالة أنيقة تجمع بين الرصانة والفخامة، وبدا مليئاً بالفخر والسرور بوجوده إلى جانب امرأة مثل شيناز. لم يكن الزفاف حدثاً عادياً، بل كان ليلة من ليالي الألف تداولتها المواقع الإعلامية، وانهالت التهاني من جميع أرجاء العالم العربي. من المعروف أن شيناز بلعيد نالت لقب ملكة جمال العالم في أحد أشهر المسابقات الدولية، واشتهرت بأناقتها وحضورها القوي، فكان من الطبيعي أن يكون حفل زفافها في قمة الرقي والتميز. فهل تظنون أن هذا الزفاف سيكون بداية حكاية حب أسطورية جديدة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك لكي نقدم لكم أكثر الأخبار إثارة.